طبعًا عندنا النهارده تحليل الإعلان الغريب ده بتاع State Wars ده اللي هو ما أعرفش أصلًا ده إيه مسلسل والّا حاجة غريبة كده، لكن شُفته جديد وناس بتشكّر فيه، فمن غير رغي كتير يالّا بينا نشوف بيقول إيه. طبعًا اللي ما يعرفش لعبة State War وأنا أساسًا مش هاقدر أشرحها لإن دي معروفة جدًا عن الناس، وأنتم لو عايزين أتكلم عنها بعد كده فرنسي قولوا لي هتشوفوا تحليلات خرافية. المهم الtrailer ده هو من Max Games Studio ونزل من يومين، أنا ما حسيتش بيه خالص إن هو جاب بتاع 50,000 مشاهدة بس. الإعلان عن حاجة غريبة كده اسمها blood مش عارف إيه كده بيتكلم عن هو دقيقة كده الإعلان دقيقة كده عن حاجة كده معركة أديتروي وأتريوس ضد البتاعة الغريبة دي اللي أنا ما أعرفش دي ميدوسا دي والّا شخصية جديدة، بصراحة ما اتعمقتش فيها، لكن أنا جاي أكلمكم عنه وأديكم رأيي فيه وكده. فطبعًا الأنيميشن بتاع الإعلان ده خرافي أوي ورجولي، يعني حبيت أنا الأنيميشن ده بصراحة، أخيرًا عملوا أنيميشن يحمّس فعلًا. يعني أنا آخر مرة شُفت الأنيميشنات دي كانت في State War Legacy قديم بقى أيام الزومبي والحاجات دي، في 2026 إحنا نشوف أنيميشن زي ده في حاجة جديدة، فاللي هو بصراحة يعني حاجة أيقونية جدًا وأنا متحمس لها خالص يعني. التريلر كان بسيط أوي يعني، هو بتشوف إن أنت أتريوس وديترويت كانوا بيساعدوا بعض ضد جيوش الزومبي، أمّا الأخ ده بقى ما أعرفش مين ده الصراحة، هل ده سبيروس؟ بس غريب كده إزاي ده معاهم؟ ده كده القصة هتناقض نفسها، غريب. نشوف بقى الأحوال هتعمل إيه، أنا مش فاهم حاجة أصلًا. فطبعًا أتريوس وديترويت كانوا دخلوا على جيش الزومبي ودمّروهم، أديتواي اللي هو الرمح بتاعه كان بايظ نتيجة إن هو حارب كتير وبتاع، فأعتقد إن أيًا كان البتاع الغريب ده مسلسل بقى والّا ما أعرفش إيه ده، فهو هيشرح لنا قصة حوارات أديتواي دي وإزاي مات وكده وأتريوس بقى وكده فاهم. فحاجة كده قمة الحلاوة بصراحة، أخيرًا عوضونا بأنيميشن لا يُعلى عليه عكس الأنيميشن ده أصلًا 3D يعني جامد كده وفيه تفاصيل بقى وبتاع من رسم ناس كده مبدعة. مش زي التريلر اللي فات البيضان ده بتاع اللي هو شيد ده، اللي هو شيد دي باختصار اللي هي محاربة نينجا كده مش عارف بالله بس هي أخت أتريوس يعني. بقى في نينجا في السيت وور تخيل أنت بقى في نينجا وكلاب وخفافيش حوارات كده كتير أوي. بس هو حلو توسّع العالم ده، بس السيت وور الصراحة كانت ضعيفة شوية في القصة بصراحة. حسنتهم الوحيدة هي أتريوس يعني. ما علينا. ده كلامي عن الإعلان. إعلان بسيط وكويس جدًا ويحمّس الواحد عشان يستمر، وتقييم الإعلان هو 9/10. عشان أنا الإعلان الرسم بتاعه كان جامد زي زمان، أيام زمان كده أيام الState والLegacy وما قبلها. كمان اللي عاجبني في الإعلان ده اللي هي التفاصيل، يعني شوف شوية تفاصيل الأماكن، السما، تفاصيل أتريوس نفسه إن هو أصلًا بيحارب بأسلحة رديئة، تفاصيل أديتروي إن هو أصلًا محارب ذهبي متدلّع، وتفاصيل الحركة بقى وتفاصيل المعارك وتفاصيل مش عارف إيه، لا، لا شغل مُتقن يعني، في تفاصيل في كل حاجة حرفيًا يعني. تحس أخيرًا إن Crazy J ده أخيرًا يقرر إن هو ينفّذ حاجة تناسب الجمهور أخيرًا. بعد الأجندات بتاعة شير دي ها، فأخيرًا نقدر نقول إن هو بدأ يتخذ إجراءات حلوة أخيرًا، إن هو ده بيعمل آآ 50 قرار سيء وقرار حلو، واضح إن ده القرار الحلو. بس أنا اللي مش فاهمه إن ليه أديكاي أصلًا هو وسبيروس كانوا موجودين مع أتريوس ضد جيوش الزومبي اللي في State Wars لأ اللي في State War Legacy حسب ظني، لإن دي المفروض إن أتريوس بس. أنا حاسس إن دي كده قصة filler كده هتغيّر القصة، يا هتفهّمنا حاجات غريبة كده state leadership كانتش موضّحاها، ففي حاجات غريبة كده بتحصل في النُص أنا مش فاهمها خالص. طبعًا واضح في الtrailer إن أتريس هو اللي كان متفوّق جدًا وكان بيهزم الزومبي وبتاع. أتراي تحس إن هو يعني مبتدئ يعني مع الرغم إن أتريس أصلًا مبتدئ أكتر منّه، فحاجة غريبة بصراحة. الشخصية البيضا دي أنا ما أعرفش بصراحة هي زي ما قُلت دي ميدوسا والّا شخصية والّا بنتها، لإن ميدوسا كان عندها بنت، فما أعرفش دي ميدوسا والّا بنتها والّا واحدة تالتة خالص. وكِنر رجعت لكم. هو في الحقيقة إن اسم البتاع الغريب ده هو State War Saga Bound of Blood حاجة زي كده يعني. قصدي Bound by Blood حاجة زي كده يعني. كده إحنا خلصنا الفيديو بتاعنا أخيرًا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الجميلة دي، أنا مش هاكررها عشان أنت لازم تعمل كده من نفسك لإن أنت حبيت الفيديو أكيد. ترقبوني بقى في الفيديوهات القادمة. سلام.